السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. اول حاجة كده، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب كده ايامنا كلها تكون خير وسعادة، ورمضان ان شاء الله السنة دي يبقى رمضان خير وبركة كده علينا كلنا. طبعا خلاص كلها يومين ورمضان جاي، فبنستعد بقى لرمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب. ربنا يحقق لكم كل احلامكم، اللي بيتمنى حاجه ان ربنا يحققها له، ويا رب يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه ويقر عينه بيها يا رب العالمين. تعالوا كده بقى نخش في موضوع الفيديو بتاعنا. انا بس حبيت ان انا اسلم عليكم كده عشان بقالي كتير ما بعملش فيديوهات، معلش اعذروني. جوري كانت كل فتره كده بتتعب والله، ما بتلحقش ان هي تخف خالص وبلاقيها بتتعب تاني، فهو ده اللي بيعطلني ان انا اعمل لكم فيديوهات. فمعلش اعذروني بقى. بس عايزاكم بقى تشجعوني وتحطوا لايك كده للفيديو، وتعملوا كمان مشاركة وتشتركوا في القناة. تعالوا بقى كده نخش في موضوع الفيديو بتاعنا. عايزه اقول لكم ان انا صورت الفيديو، بس انا مسرعاه شويه عشان يعني الفيديو ايه ما يبقاش طويل وكده. زي ما انتم عارفين، كان بقالي كتير والله ما عملتش اكل وكده، عشان زي ما بقول لكم ان جوري كانت تعبانه. فجوري لما بتبقى تعبانه معايا، طبعا انا لوحدي في الشقه، فما فيش حد بيشيلها معايا وكده، فهي طبعا بتبقى على طول عايزه تتشال وعلى طول بتعيط، فمش بعرف ان انا اعمل اي حاجه. فهي الحمد لله دلوقتي بقت احسن، فقلت بقى اقوم كده اعمل الاكل، علشان ايه الواحد بقاله كتير كده ما اكلش اكله حلوه. فالنهارده بقى هاعمل فراخ كده زي ما انتم شفتوا. حطيت طبعا الفراخ اهي، شوحتها كده مع بصلايه وجزرايه وطماطمايه، وحطيت كمان كوسايه كده وجزرايه، وحطيت طبعا ورق لوري وحبهان ومستكه، وزودت طبعا فلفل اسود، وشوحتهم كده مع بعض الاول في معلقه سمنه. وبعد كده طبعا كنت غاليه الميه في الكاتل، وزودت الميه بقى كده وهي سخنه. طبعا انا لما بعمل اي اكل لازم ازود الميه سخنه، وسبتها بقى لغايه ما استوت زي ما شفتوا كده. طلعتها بقى هنا كده في المصفى دي عشان تتصفى، وسِبت الشوربة بقى على جنب كده لوحدها. دلوقتي بقى إيه، بعد ما أخلّص كده الفراخ أهي استوت خالص وبقت مِيَّة مِيَّة. هاعمل بقى دلوقتي شوية كده فاصوليا بيضا، أنا كنت نقعاها يعني عندي من بدري. جِبت بقى حلة كده، وهاحط بقى فيها مَيّة سخنة كده علشان إيه، أسلُقها. طبعًا عايزة أقول لكم ما لكمش دعوة بالمنظر بتاع البوتاجاز ده طبعًا وأنا باعمل الشوربة، فكنت مغطياها بالغطا، فإيه عملت شوية فوقعت على البوتاجاز. فإحنا في الآخر بقى بعد ما أخلّص هابقى يعني أنضّفه يعني وكده. فأنا دلوقتي بقى حطيت المَيّة أهي، عايزة أقول لكم إن الكاتل بينجز معايا خالص لمّا باحط مَيّة. دلوقتي بقى أهي، مش عارفة دي فاصوليا والّا لوبيا والله، المهم يعني إن أنا كنت نقعاها، دلوقتي بقى هاسلقها. سيبها كده في المَيّة السخنة لغاية ما تتسلق. طبعًا هي بقى أنا حطيتها وعليت النار عليها، وكانت اتسلقت وخلاص وخلصت وأنا صفيتها. بس أنا يعني إيه بانجز معاكم كده عشان إيه الفيديو ما يبقاش طويل يعني. دلوقتي بقى أنا فرمت بصلاية كده في الكبة، وحطيت بقى شوية زيت كده في الحلة اللي هاعمل فيها. فدلوقتي بقى هاعمل إيه، هابدأ بقى كده إن أنا أشوّح البصلاية دي لغاية كده ما تدبل شوية زي ما أنتم شايفين وتاخد اللون اللي هو الدهبي. وبعد كده بقى باحط شوية فلفل أسود وشوية ملح معاها، وبابدأ برضه إن أنا أقلّبها كده لغاية البصلاية إيه، ما تدبل خالص معايا، مش لمّا تحمَر، لإن ده أكل يعني مش مثلًا اللي هو حاجة كده، فما باخلّيهاش تحمَر أوي يعني عشان ما تبقاش إيه، ممرّرة يعني في الأكل وكده. طبعًا كنت ضاربة بقى شوية طماطم كده حلوين في الخلاط، وإيه، وحطيت كمان هنا معلقة سكر كده صغيّرة، عشان طبعًا الطماطم أي تسبيكة لازم نحط كده معاها إيه، شوية سكر. بس، فهنا بقى زوّدت السكر، وهازوّد بقى مقدار الملح والفلفل الأسود بتاعي، وهاسيبها بقى لغاية ما تتسبّك كده مع بعضها على النار، على إيه، براحتها خالص بقى لغاية ما تخلص. بعد ما تخلص بقى بُصّوا، عايزة أقول لكم هي اتسبّكت أهي وبقت تمام ومِيّة مِيّة. بُصّوا سبّكتها خالص أهي. باحب يعني الطماطم لمّا تتسبّك خالص، أنزل بقى عليها إيه، بالخضار بتاعي. طبعًا طريقة الخضار كلّه نفس الطريقة، بصلاية بتعمليها في معلقة زيت وسمنة زي ما أنتِ عايزة، المادة الدهنية بتاعتِك، وبعد كده أمّا تتسبّك خالص الطماطم، بتحطّي بقى الخضار بتاعِك زي ما أنتِ عايزة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا إيه، أوقات باحط الخضار كده زي ما أنتم شُفتوا مع الطماطم على طول، وباحط معاه مرقة خضار، وبعد كده بازوّد المَيّة، وأوقات بازوّد المَيّة الأول واسيبها تغلي غلوة وبعدين احط الخضار، فعادي يعني سواء كده أو كده بتطلع حلوة. فأنا دلوقتي بقى حطيت اللوبيا دي، وحطيت كمان معاها مرقة خضار. طبعًا رُحت جاية بقى مزوّداها شوية مَيّة كده من الكاتل، مش كتير يعني عشان أنا باحب إيه، الخضار كده يبقى متسبِّك كده في الطماطم وطعمه حلو، ما يبقاش يعني إيه، فيه مَيّة كتير.
بيبقى طعمه أحلى يعني لمّا بنسيبه كده. طبعًا هاغطّي بقى عليه واسيبها بقى لغاية ما تستوي مع نفسها على نار هادية. هنا بقى جِبت حلة تانية عشان نعمل بقى شوية رز كده بشعرية حلوين مع الأكل ده. زوّدت بقى كده شوية زيت كده حلوين للرز، مش كتير يعني، بس لمّا باعمل شعرية معاه بازوّد شوية زيت عن المقدار الطبيعي بتاعي، عشان طبعًا باحمّر فيها الشعرية وكده. طبعًا سِبت بقى شوية الزيت كده وجِبت بقى شوية شعرية مش كتير يعني، عشان أنا باعمل يا دوب هي كوباية رز بس على قدنا، فمش باحط يعني شعرية كتير. هابدأ بقى كده في الشعرية إن أنا أحرّكها علشان إيه، تحمَر معايا. عايزة أقول لكم بقى إن رمضان داخل وإن شاء الله كل الأكل والحاجات الحلوة اللي إحنا بنعملها في رمضان يعني دايمًا كده نفتكر إخواتنا اللي في غزة وفلسطين وندعي لهم كده إن ربنا يفُك عنهم الحرب دي ويشيلها، وإن ربنا يا رب ينصرهم على كل أعدائهم، عشان والله العظيم الواحد يعني بيزعل عليهم خالص، وكمان بالذات إن رمضان داخل علينا. فالواحد كده بيحمد ربنا ليل ونهار على النعم اللي هو فيها، إن إحنا قاعدين في بيت وبناكل وبنشرب ولاقيين الأكل أيًا كانت حتى لو الحاجة غالية، بس إن إحنا لاقيينها. فالحمد لله ودايمًا نحمد ربنا على كل حاجة ربنا بيديها لنا. فالحمد لله دايمًا يا رب نقول الحمد لله على كل حاجة يعني عندنا في البيت وكده. فالمهم زي ما أنتم شايفين طبعًا طريقة الملح أنا شوّحت بقى الرز كده مع الشعرية، باحب أدّيهم تشويحة كده في الزيت، بيخلّي بقى الرز إيه، فلفل وجميل جدًا قبل ما تحطّي المَيّة. باضبّط له يعني الملح بتاعه وباقعد أدّيهم تقليبتين 3 كده، وبعد كده بازوّد المَيّة على حسب طبعًا مقدار الرز. يعني مثلًا لو أنا عاملة كوباية رز بازوّد إيه، كوباية وربع مَيّة كده، بس طبعًا عشان مزوّدة شعرية فهازوّد المَيّة شوية عليها. لو عاملة كوبايتين بقى بتزوّدي كوبايتين مثلًا ونُص، على حسب بقى اللي أنتِ عايزاه. هنا بقى زوّدت المَيّة كده وضبّطت المقدار بتاعي، هاسيب بقى الرز كده على نار عالية لغاية الأول ما يتشرّب، وبعد ما يتشرّب باوطّي عليه خالص وباحط تحته إيه، الشياطة عشان يستوي بقى براحته على نار هادية خالص. بس، فهنا كده الرز بتاعي خلاص أهو استوى، بُصّوا مفلفل وجميل جدًا، ودي طبعًا اللوبيا اللي إحنا عاملينها. وهنا طبعًا الفراخ أنا كنت وريتها لكم إن إحنا خلّصنا. دي طبعًا بقى كمية المواعين كده مكان ما طبخت بقى وعملت كل حاجة، فقُلت كده أغسلهم بسرعة عشان ما يبقوش يعني كتير متكومين عليَّ، لإن أنا لو سِبتهم هنيجي بقى إحنا نتغدى وأحط بقى أطباق ومعالق وحاجات وكده، فهيبقى كتير خالص عليَّ. فأنا قُلت بقى بالمرّة كده وأنا واقفة أغسلهم كده بسرعة، علشان طبعًا أنا خلّصت الأكل، أهم حاجة إن أنا كنت أخلّص الأكل. فأنا دلوقتي بقى هاغسلهم كده زي ما أنتم شايفين معاكم. عايزة أقول لكم إن أنا أصلًا كنت نسيت الروتين ده، كان بقى لي كتير خالص، خالص ما عملتش روتين كده. فبجد يعني إيه، الواحد كده ساعات بيشتاق إن هو يعمل حاجات كده هو كان بيعملها زمان. يعني أنا كان بقى لي كتير كده ما طبختش ولا بقى عملت كل ده. طبعًا إحنا بنغسل مواعين كل يوم وبنعمل كل حاجة، بس إيه، إحساس كده بقى إن أنتِ بقى واقفة بتطبخي في المطبخ و وبتغسلي مواعين وحاجات. عايزة أقول لكم إن أصلًا جوري مش بتدّيني فرصة والله العظيم إن أنا أعمل حاجة. يعني أنا حتى لمّا باصوّر لكم فيديو أو حاجة، مش باصوّره لكم كده كلّه على بعضه لأ، ده أنا باقعد مثلًا شوية أصوّر وبعد كده إيه، أطلع أشوفها وبعد كده أرجع تاني وكده يعني. فالموضوع بقى بيبقى صعب خالص في كده. زمان بقى لمّا كان الواحد لسه مش مخلّف، كانت يا سلام الدنيا سهلة خالص وبسيطة وما فيش أي حاجة وبراحتي بقى وكنت باخلّص الحاجة بسرعة. إنّما دلوقتي طبعًا عايزة أقول لكم إن الحاجة بقت بتاخد وقت كبير جدًا. بصراحة اللي معاه أطفال ربنا يعينه يا رب. أنا باشفق على كل أم عندها أطفال، عندها 1 أو 2، وكمان اللي بتشتغل وبتروّح البيت. بجد والله العظيم بتبقى الموضوع صعب جدًا، ربنا يا رب يعينهم، وكمان يعين كل أم عندها أولاد، وكمان رمضان داخل علينا. فيا رب يعينهم كده ويقوينا إن شاء الله ويحفظ أولادنا كلنا ويهديهم يا رب كده ويحفظهم ويشفيهم، عشان بجد يعني هم نعمة كبيرة من ربنا، فربنا ادّاها لنا فإحنا لازم نحافظ عليها. فالحمد لله يا رب على نعمة الأولاد، وربنا يا رب يرزق كل مشتاق الذرية الصالحة. بجد بادعي لهم والله. في ناس كانت بتقول على طول يا رب ادعي لنا وكده، فأنا بادعي لهم والله العظيم على طول إن ربنا يرزقهم يا رب وما يحرمش أي حد من الموضوع ده. فالمهم بقى أنا هنا كده خلّصت بقى كمية المواعين زي ما شُفتوا. باحب طبعًا أغسل الحوض بتاعي، بعد ما أخلّص أي مواعين أو أي حاجة لازم أغسله وأقعد أمسحه كده إيه، وأنشّفه كده من الجوانب ومن الحوض، عشان أنا ما باحبش يعني الحوض عندي يبقى مبلول أو كده. طبعًا بعد ما خلّصت بقى وضبّطت دنيتي كده برّه، قُلت بقى لازم أمسح البوتاجاز بتاعي ما اسيبهوش كده زي ما أنتم شايفين كده بالمنظر ده هيبقى مش حلو. طبعًا لازم أغسله وأضبّطه عشان أنا ما باحبش يعني إيه، الحاجة عندي تبقى متوسخة. هارُش كده شوية بريل من اللي عندي ده، وهاجيب بقى سلكة وهامسحه الأول أنضّف كل الدهون اللي فيه دي، وبعد كده بقى إيه أنشّفه وأحط يعني إيه،
عندي أنا كده حاجة اسمه جيف أو حاجة كده بتاع البوتاجاز، باحط منه بيخلّيه بيلمع وجميل، بس أنا الأول كده هاضبّط زي ما قُلت لكم وامسح بقى كل الحاجات دي عشان يبقى نضيف وبعد كده ألمّعه. باحب يعني إن أنا بعد ما أخلّص المطبخ بتاعي إن أنا أخلّيه يبقى كل حاجة كده نضيفة وبتلمع. بُصّوا أنا بس حطيت البريل وبسلكة كل حاجة طلعت. بس فخلاص بقى هنا كده بامسحه أهو زي ما أنتم شايفين كده خلاص أهو. هابدأ بقى إن أنا أجيب الجيف اللي أنا قُلت لكم عليه، ده تحفة خالص بيلمّع كده البوتاجاز بيخلّيه تحفة. بارُش منه كده شوية زي ما أنتم شايفين، هو بيبقى قوامه كده كريمي كده. جِبت بقى سفنجة كده لسه جديدة يعني باستخدمها بس للحاجات دي عشان تبقى ناعمة يعني وكده. هابدأ بقى كده إن أنا إيه، أحط الجيف ده وأوزّعه كده على البوتاجاز كلّه زي ما أنتم شايفين كده. وهابدأ بعد كده بقى إن أنا أمسحه برضه بقماشة نضيفة أو بالسفنجة يعني بقى بعد ما غسلتها، فقُلت هامسح بيها كده. وبعد كده بقى هامسحه بقماشة نضيفة أو بفوطة نضيفة عندي. هتلاقوه بقى بيلمع خالص وجميل. بُصّوا تحفة، الجيف ده جميل جدًا. أهو بقى بعد ما ضبّطته بقى ومسحته كده بالسفنجة كام مرّة، طبعًا كنت باغسلها يعني وبارجع أعمله تاني. دلوقتي بقى مسحته أهو خلّيته بقى نضيف، بُصّوا نضافة تحفة. أنا بقى ما غسلتش العيون سِبتها، قُلت مش مشكلة هابقى أغسلها بعد كده. فبس كده خلّصت بقى وده الشكل البوتاجاز بتاعي أهو بقى نضيف خالص.